علشان ما تضيعش وقتك وتعرف الفيديو ده ليك ولا لا، تعال اقول لك الفيديو ده عبارة عن ايه بالظبط. الفيديو ده لو انت انسان مبتدئ في تعلم اللغة الانجليزية، فاول حاجة علشان تتعلمها وتتقن اللغة الانجليزية انك تعرف تقرا بالانجليزي وتعرف تكتب اي كلمة بمجرد السماع، فالفيديو ده ليك. طب لو انت انسان بتتعلم لغة انجليزية لكن بتلاقي صعوبة في حفظ الكلمات، في قراءة الكلمات، يبقى برضو الفيديو ده هيعلمك ازاي تحفظ وتقرأ الكلمات بسرعة الصاروخ. يبقى انت في المكان الصح والفيديو ده لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان، أهلا بكم. الخطوة الأولى لأي إنسان عاوز يتعلم اللغة الإنجليزية هي إنه يعرف يقرأ ويكتب بالإنجليزي وإزاي يحفظ الكلمة باللغة الإنجليزية. هو لو عرف إزاي يقراها وعرف إزاي يكتبها بمجرد السماع يبقى سهل حفظها، وهي دي الخطوة الأولى اللي أي إنسان لازم يبتدي بيها. ليه؟ لأن إحنا قلنا الكلمات بالنسبة للغة الإنجليزية زي النور بالنسبة لأي حجرة مظلمة، فانت عمرك ما هتعرف تتحرك جوه حجره مظلمه الا لما تقيد النور. فانت ازاي قاعد تتعلم طب ما انا هعلمك انجليزي وفهمت قواعد بس محتاج كلمات سواء اسماء افعال صفات، هتحفظ ازاي وتثبت في عقلك ازاي اذا ما كانش عندك المبادئ الاساسيه؟ انا مش بقول كل شيء، بس مبادئ قراءه وحفظ الكلمات باللغه الانجليزيه اللي هتمكنك من تعلم اللغه الانجليزيه بعد كده، لان ده يعتبر بيزكس اللغه الانجليزيه، اساسيات اللغه الانجليزيه. فلو انت لا بتعرف تقرا ولا بتكتب بالانجليزي اي مجهود هتعمله صدقني مجهود ضايع. فان شاء الله بعد مشاهده الفيديو ده اوعدك انك هتكون قادر انك تقرا كلمات الانجليزي زيها زي العربي، وتقدر بمجرد انك تسمع الكلمه. لو فهمت الفيديو قوي وتابعت نوعيات كتير من الفيديوهات ديت، مجرد انك تسمع الكلمه هتكتبها حتى لو ما تعرفش معنى الكلمه اصلا. فيلا بينا نبدا على بركه الله بعد ما تسمعوني الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه علشان نبقى صراحه مع بعض، في 5 حروف اللي هو الاي واليو والاي والاي والاو. انا هعمل لك عليهم دايره كده وهنحتاجهم بعدين. ال5 حروف دولت يا باشا بتسمى حروف متحركه. يعني ايه حروف متحركه؟ انت بالعربي قبل ما ابتدي اشرح لك، يعني مثلا وليكن انت حرف الميم، ميم 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 ميم، 5 ميم. هقول لك اقرا تقول لي ميم، لكن لو انا حطيت لك هنا فتحه هتقول لي ما، كسره مي، ضمه مو، صح؟ اذا الحركات باللغه العربيه اللي هي الفتحه والكسره والضمه، اهو دولت بيمثلوا بالانجليزي الحركات. علشان كده اتحداك لو جبت كلمه باللغه الانجليزيه تخلو من هذه الحروف ال5، لان هي اللي بتحرك في حركه الفم من فتح، هي من الاخر هي اللي بتخليك تقرا اي كلمه. ما حدش يقول لي كلمه سكاي واحد يقول لي سكاي سماء، بقول لك الاجانب بيعتبروا الواي حرف متحرك، يعني كانه واي اي بالظبط. خلاص؟ طيب انا هشرح لك الكلام ده كله بس من خلال امثله بقى. تعال معايا وانا افهمك القصه، بس برضو معلش الشيء بالشيء يذكر. احنا زي ما احنا فيه بالعربي ميم فتحه ما، وفي صوت طويل ما، ميم ضمه مو، وفي صوت طويل مو، ميم كسره مي، وفي مي. يبقى ده اسمها حركات قصيره، صح؟ وده حركات ايه؟ طويله. اهو هي دي برضو الحروف دي لها حركات قصيره ولها حركات طويله. بس خلاص، لو انت فهمت الحركات القصيره والحركات الطويله بتاعتها يبقى انت كده 100 100. طب تعال نشوف الحركات القصيره اللي هي هتفيدنا. ان انا دلوقتي عندي لو حرف الام اهو، ام 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 ام، 5 ام. عايز اقول فتحه احط بعدها حرف الاي، برضو فتحتين بالانجليزي يبقى كده كام؟ فتحتين. كسره احط الاي او الاي، دي كسره ودي كسره يبقى عندي كسرتين بالانجليزي. ضم احط الاو يبقى هنا كانك حطيت ايه؟ ضم. يبقى ما، بس في فرق ما بين الفتحه دي والفتحه دي. الفتحه دي برسم فم كده. انت عارف مثلا لما يكون واحد في فمه طعام فيجي يقول له ما بسميه الصوت الهندي ما. لكن ديت مي مو. في ناس بيقولوا على دي مي، مش هتفرق، هي كسره. يعني ما لقاش الام تحتها ايه واقول له مو، لا هي مي، هي مه، بس مش فارقه. مي مو. حلو.
طيب لو انا لقيت مثلا الاف ورا ايه، الاف ورا يو، الاف ورا اي، الاف ورا اي، الاف ورا او، تبقى دي فا زي ما فا، ما فا. هنا فا زي اسم فات سمين، فا ما فا زي فن مضحك صح. في زي مثلا فيل يشعر، في برضه زي فت لائق بدنيا. بس لو عايز تعرف الفرق ما بين الكسره دي والكسره دي، ان كسره الاي انا بسميها الدبوس سريعه شويه، يعني تقول ايه فيل، فت فت. لو قلت مثلا وليكن اتش اي ان هن، لكن اتش اي تي هت هنا سريعه. هنا فوق زي مثلا حار هوت. خلاص يبقى ده اهي فتحه مفخمه، كسره ضم. بس خلاص وهنتدرب عليهم دلوقتي، انا بديك بس ايه طريقه ايه سريعه. دي الاصوات القصيره. طيب تعالى لي بقى الاصوات الطويله. الاصوات الطويله من اسمها بمد في الحرف. قال لك امتى دولت يبقوا اصوات طويله؟ قال لك سواء الاي او اليو او الاي او الاي او الاو، طالما جه بعدهم حرف متحرك عاده بيكون الاي وفصل بينهم حرف ساكن واحد، فبدي الصوت الطويل هنا مد بالفتحه، هنا مد بالكسره، الاو مد بالضمه. بس بالعربي اهو. امال اليو احنا مش مدينا بالفتحه اللي هي الاصليه، اليو تتنطق يو، تنطق يو، والاي تنطق اي. مش فاهم؟ تعال بص يا باشا، انا دلوقتي لو قلت لك ديت وليكن ار اي، الار وراها الايه كده زي ام وراها ايه تبقى را، وتي تبقى رات. حلو لحد كده رات. لكن لو انا حطيت لك حرف زي اي هنا، تعالى على صوت الاي وراها الاي وفصل بينهم ساكن، فهقول لك الاي جه وراها ايه حرف متحرك اللي هو الاي جه وراها الاي وفصل بينهم حرف ساكن واحد، فبدل ما اقول را تبقى ريت مديت. بمثل ريت ممكن مثلا وليكن قبعه هات، لو حطيت ايه تبقى هيت. حلو. اما اليو خلاص انا عندي مد بالفتحه تتنطق يو، زي مثلا قا اللي هي الصوت الهندي قا، وتي قط. لو حطيت اي بقت الصوت الطويل، يبقى اليو هنا هتتنطق ايه يو، تبقى كيوت، والتي في الاخر ما بتتنطقش. الاي مد بالكسر زي هير، ما اقولش هير هنا. الاي زي اس اي تي ده كسره زي مي سي، والتي ست. لكن لو حطيت هنا ايه الاي وراها ايه الاي بتتنطق اي، قول سايد. طيب الاو اتش او بي هوب، لو حطيت ايه هوب يأمل. طيب انا عارف انك ممكن تكون مش فاهم القصه قوي، تعالى بقى الامثله هي اللي هتوضح لك كل حاجه. طيب تعالى بقى معايا، بص يا باشا، لو انا قلت لك دلوقتي اقرا الكلمه دي واقرا الكلمه دي، بص يعني هتقول لي والله انا شايف ان التي وراها ايه، فهنا كانها حطت بقى التاء، اقول لك صح، لكن الاس هنا ما جاش بينها وبين التي، ده جه ساكنين مع بعض. قال لك لو جه ساكنين مع بعض في اللغه الانجليزيه يحدث للصوتين ادغام. يعني مثلا ما اقولش هنا سا ما فيش ايه، ولا صا ما فيش يو، ولا س ولا سي ولا سو، ما اقولش الكلام ده. امال ايه؟ تحس ان السين دخلت في الته، ولكن التي بقى فيها فتحه، يبقى تا، يبقى ستا، وار ستار اللي هي ايه نجمه. ركز معايا في الحته دي. طيب هنا الار وراه كسرتين يعني مد، يعني ده كسر ري يعني مد همد، طالما كسرتين همد ري. طيب التاء اقول تاري ولا تاري؟ هي التي وراها ايه؟ لا. التي وراها يقول طه؟ لا، ما وراش اي حاجه. يبقى يحدث هنا ايه ادغام، تبقى الت في الر، تبقى تر بس الار ايه مكسوره. تري يعني شجره. خد بالك احنا شغالين على الاصوات القصيره. طيب
خد واحده زي دي كمان، وليكن قلت لك اقرا دي، هتقول لي ديت السين في اللام مفيش بينهم حرف متحرك، يعني مفيش بينهم ولا ايه ولا يو ولا اي ولا اي ولا او، تبقى ايه اللي هيحصل؟ هيخش ادغام، يبقى السين في اللام بس اللام مكسوره تبقى سلي، وبي سليب ينام. احسنت. بس طيب خد دي، اقرا دي. دي معناها شارع، تعرف تقراها؟ بص يا باشا، هنا بقى لما يكون 3 حروف عادي، التلاتة دولت الار مكسوره لان ورا 2 ايه، التلاتة دولت هيخشوا ادغام في بعض، يبقى السين بص في الت في الر، يبقى ستريت، ما اقولش ساتري، لا ستريت. او ممكن تاخد الاس ديت لوحدها ديت، يعني كانك هتجزأ الكلمه، تاخد الاس ديت على بعضها كده تنطقها اس، وبعدين كانها ايه؟ تريت. كاني قسمت بينهم. انطق الاولاني لوحده، ستريت على بعض، او ستريت على بعض، خلاص. ديت لو انت، وهنا برضو ممكن اعمل كده، لو جه حرفين ساكنين في الاول مع بعض، خد الاولاني دهوت واعمل تار اهي، يبقى تار، سهله صح؟ خلاص. زي سليب برضو، خد الاس لوحدها وليب، طالما حرفين خد الاولاني وانطقه زي ما هو، ام، خلاص. طيب لو اديتك كلمه زي دي، ايوه هتقول لي خلاص بقى سهله، ممكن اقول لي عامله زي ستريت، ممكن اخد الاس ديت لوحدها بره كده، اروح جايبها كده هنا اس، واروح شرطه وكاتب ايه؟ ترو. حلو، استرو. والنون في الجيم يا راجل يا طيب، نينج، سترونج. مع تكرار الكلمات هتلاقي نفسك انت بقيت تفهم القصه ازاي. يعني هنا ما اقولش النون في جي تبقى، يعني مثلا لو الدي بعدها اس في الاخر، زي مثلا الكلمه دي اهو، ان دي، سيب دي، يبقى فري، وان دي فريند، النون في الدال، يبقى فريند صديق، حطيت اس فريندز. طيب تعالى بشغلانه تانيه، تعالى معلش معايا، احنا بنتدرب مع بعض لان دي اهم جزئيه في اللغه الايه؟ الانجليزيه. طيب تعالى بقى ناخد حته طويله شويه. لو انا قلت لك مثلا وليكن آه الكلمه دي طويله شويه وانا قصدها بصراحه، يعني عايزين ننقل بقى. هنقول له تعالى معايا، الاتش وراها الاي تبقى هي، صح؟ هي. طيب لكن لاحظت ان الاي وراها اي وفصل بينها حرف واحد، يبقى الاي هنا هتاخد الصوت الطويل اللي كان بيتنطق اي، تبقى لحد هنا هاي، والبي وراها اي تبقى بي، وار تبقى هايبر، يبقى انا خدت الهاي وبعدين بر، صح؟ ليه ما قلتش هي؟ لان الاي وراها اي وفصل بينهم ساكن، تبقى هاي بر. طيب هايبر خلاص قطعت هنا، تعالى هنا الاي وراها اي وفصل بينهم ساكن، تبقى نات ولا نيت؟ هايبر نيت. مع التدريب بص تبقى دي هاي ودي بر ودي نيت، هايبر نيت. طيب كلمة تانية، الكلمة دي عايز اقراها. هتقول لي والله طيب تمام، احنا ممكن نقسم، اقول لك والله مش محتاجه، انت ممكن تقول لي الاس لوحدها وبعدين اهي، صح؟ لقينا حرفين ساكنين، اقطع ده لوحده اهي، تعالى اجيبها لك بالازرق عشان يبقى اهي، الاس اقطع وبعدين اهي، عادي مفيش مشكله. حاجه من الاثنين، يا تدخل الصوتين في بعض تبقى سبي، واي اس بي، والنون في الدال ند، يبقى سبند، او خد الاس هنا وتبقى بي اي بند، والدال بند سبند اللي هي معناها ايه؟ يقضي. طيب واحده كمان، الكلمه دي مشهوره جدا، طيب
الجي والار هتقول لي حاجه من الاثنين، يا دخل الجيم في الر تبقى جر صح، او اخد الجي في الاول واروح حاطط الار والاي اي تي خلاص. هتقول لي بس في هنا مشكله، هنا ازاي الار يجي وراه كسره ويجي وراه فتحه؟ اقول لك خد بالك، لو جه عاده حرفين متحركين زي مثلا الكلمه دي وليكن، بص خد الكلمه دي، الكلمه دي تقول ازاي؟ لما بيجي حرفين متحركين ما بقراش الثاني، لكن الاولاني بمده، سواء اي امد بالكسر، او امد بالضم، اي امد بالفتح، تبقى تي صح، تي. طيب لو انا قلت لك مثلا وليكن اقرا الكلمه دي، هتقول لي دي او اي امد الاو، قال لك الثاني ما يتمدش، لكن الاولاني طالما الثاني بيتلغي امد الاو تبقى كود، كود خلاص. تاني اقول لك مثلا اقرا الكلمه دي يمطر، هتقول لي ده جه حرفين متحركين، يبقى الثاني بيتلغي ومد الاولاني تبقى مش ران، رين، رين تمطر. حلوه الحته دي جميله. تعالى لي بقى نقرا اللي احنا كنا كاتبينها يا باشا. دلوقتي جي والار وراها اي، الاي هلغيه لكن همد الاي تبقى ريت، تبقى جريت عظيم، جريت يعني عظيم، جريت يعني عظيم. طب واحده كمان، لما تجي لك كلمه كبيره كده قسم فيها براحتك. يعني بص انا اقول لك الاف وراها ايه تبقى فا، وان فان، انت عرفت تقرا لحد هنا ايه؟ فان خلاص. اقطع بقى فان دي في الاول كده كانك انت خدتها كده على جنب، يبقى ده ايه؟ فان. وشد شرط، والتي وراها ايه؟ اس تبقى تاس، والتي اي سي شد شرط، تي اي تبقى تك. خد بالك ان السي بيتنطق كيف في الانجليزيه كلها، ما عدا لو السي جه وراه اي او اي او واي بيتنطق سي زي ما هو. يعني هنا نقول فانتاستيك. طب خد ده من فوق، فانتاستيك. بص تمشي كده تمشي كده، بس المهم تتدرب وتعود لسانك بس. طيب بالنسبه لدي، لو انا قلت لك اقرا دي تقراها ايه؟ كيتي ولا سيتي؟ سيتي صح، لان السي جه وراها اي، وانا قايل لك السي لو جه وراها اي او اي او واي بتتنطق سي تبقى سيتي، وعلى الامريكان اكسنت تبقى سيدي، سيدي، لان هم لهم نطق كده، التي ساعات بيدوها صوت التي دي. طيب اخر كلمه بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، لو قلت لك مثلا وليكن كلمه مشهوره، اقرا الكلمه دي، هتقول لي بص اس اي تبقى سي، واس سيس سيس، والتي اي ار تر تبقى سيستر، سيستر. اقول لك صح بس هي مش سيستر، هي سيستر. هتقول لي ما اي ار، هقول لك خد القاعده دي، ان اي اي ار في اللغه الانجليزيه بتتنطق ار، عامله زي مثلا ايه، تقول فا ذر، ما قالش ار. سيستر، اي اي ار زي كلمه اللي لسه كنا قايلينها ايه. المهم يبقى اي اي ار في اللغه الانجليزيه بتتنطق ار. طيب بالنسبه للناس اللي شاهدت الفيديو خلاص انا حاولت ابسط لك الدنيا شويه. في كورس انت هتخش على القناه، كورس كامل في اكتر من 30 فيديو تعليم القراءه والكتابه على القناه، هتلاقي تعلم القراءه والكتابه للمبتدئين من الصفر. كورس كامل مرقم رقم 1 2، الفيديو اصلا صوره مصغره عليها 1 2 بالارقام. الفيديو الكورس ده انت لو شاهدته صدقني هتخرج منه استاذ قراءه باللغه الانجليزيه. يعني لو الفيديو ده طبعا عايز تتدرب اكتر، وطبعا في شرح كل حاجه، الاصوات الطويله والاصوات القصيره، ومتى لا ننطق الحرف، والحروف المركبه من حرفين، والحروف المركبه من 3 حروف، زي مقطع زي اس اي اي تبقى ش، والتي اي اي والتي اي او والاس اتش والسي اتش والبي اتش، وامتى ننطق الحرف وامتى ما ننطقش الحرف، والامثله على الكلمات. كورس كامل بجد، الكورس ده ثبت نجاح بشكل كبير جدا. فانا برضو عشان برضو في ناس بتتوه، في صندوق الوصف ولا تحت اللي انت هتضغط عليه الكتابه المكتوبه تحت الفيديو، هتدوس على المزيد هتلاقي مكتوب كورس تعلم القراءه والكتابه من الصفر، هسيبهولك في اول رابط، فعلشان تسهل العمليه عليك. وفي نهايه الفيديو لو كان عجبكم الفيديو فما تنسوش دعم القناه باعجاب ومشاركه للفيديو. يلا عايزين حاجه؟ السلام عليكم.